السؤال، انا باخد موقف عشان ارضي حد ولا باخد موقف علشان عندي قضيه؟ جاوبني، ايه القضيه اللي عند حسين لبيب المره دي؟ عايز اعرفها. يعني انا لما ما رحتش ماتش السوبر وسافرت كان عشان موضوع كهرباء. ولما لجنه انضباط لما قال لك لا ما يلعبش وقال لك يلعب غصب عنه، كان في قضيه ولا ما فيش؟ كان فيه. تمام. لما بعت العيال الصغيره ونزلوا الشارع قضوا حاجتهم، اطفال هم كده كلهم كبار دلوقتي. وكنا كلنا جايين من السعوديه هلكانين وكان في توتر كبير. فهو حسين لبيب يطلع بس يقول لنا ايه القضيه؟ ظالم يعني في سيول مثلا زي ما كانت عندنا المره اللي ما كان عندي سيول؟ لا طبعا. انا بسالك سؤال، التحكيم ظالم؟ ظالم. ايوه ظالم. بس انت لعبت الماتش اللي بعده ليه؟ صح. مش انت انظلمت في ماتش المصري اللي انت خسرت فيه؟ ايه اللي خلاك تلعب الماتش اللي بعده؟ ما تقول لي. صح صح كده ولا لا؟ صح. نمرة 2. طيب انا دخلت معركه، انا فتوى، انا مرتضى، انا بقول لك انا فتوى اهو، ياما دخلت معارك ضد الدوله، تمام؟ بس اكون عارف نتيجتها ايه. دلوقتي انت راجل زنقت النادي زنقه من اللي هي ايه بقى؟ طب انت مش هتلعب ماتش الاهلي خلاص؟ 6 بونت. طب بعدين ماتش مين؟ سيرامين. هتلعب ولا ما تلعبش؟ لا هلعب. خلاص؟ يبقى انت هربت من ماتش الاهلي. صح ولا كام ده غلط؟ طب انا مش هلعب. تمام؟ يبقى دي كمان 6 بونت. 6 بونت والنهارده فاركو كسبان الاتحاد السكندري والداخليه كسبان زد. لا دول اللي تحت هيعدوك. يبقى هنفاجئ بقى، مش سيبك من اللعبه بتنزل درجه ثانيه وثالثه وكام سنه ده. احنا بنتكلم دلوقتي على النقاط. خلاص؟ انت لما تخسر 12 بونت في 48 ساعه كارثه. تمام؟ طب ما ليه؟ اخر الدوري. نتيجه المعركه ايه بقى؟ قول لي النتيجه ايه؟ يا انا اللي خسران يا بيه. انا ما العبش، بس ما كنتش لعبت ماتش ايه؟ فاركو. ما لعبوش. لا تنساقوا. انا لو انا مكانه واتظلمت في ماتش المصري مش هلعب المخصص. ولا عشان ماتش المخصص سهل لعبته وماتش الاهلي سهل مش عايز العبه. هو كده يا باشا. الحكام اكتر واحد طلع ايمان احمد الغندور مرتضى وجمال الغندور عم ولد، خلي بالك. وجهاد جريشه يا نهار ابيض على اللي انا عملته فيه. صح. والواد ابو راسين يعني مش حد عمل اللي انا عملته في الحكام. تمام. انما كان بيبقى عندي قضيه ضرب جزاء ليا ما حسبهاش. وبعدين انا النهارده عندي ماتش المقصه، ده سهل ولا صعب؟ سهل. لكن لان انا خدت قرار خلاص ما رحتوش. ما استنيتش بقى ماتش صعب اقول لا مش ما هو عندك الماتش اهو. انت ايه اللي خلاك تلعب ماتش فاركو؟ صح. وبعدين انت عندك مؤجلات. خلاص؟ طب ما انت لعبت في المؤجلات يجي 5 6 ماتشات. لعبت ولا ما لعبتش؟ صح يا فندم. يعني انا معترض ان في مؤجلات، ما انت لعبت. والاهلي برضه كان ليه المؤجلات. يا جماعه عايزين نتكلم بالمنطق. الجماهير محترمه جدا جدا. سيبك من مدحت العدل وجمال العدل ومعتز الشامي وهيصه دول على الطلاق ما في واحد فيهم دفع جنيه للناس. كلامي واضح؟ جنيه. انا مره كنت محتاج 100,000 كلمتهم الاثنين هربوا مني. هربوا الاثنين. تمام؟ مساء الخير على الجميع ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. التطورات والأحداث الكثيرة اللي حصلت بعد هجوم الكابتن ميزو الملط على كابتن سيد عبد الحفيظ وعلى النادي الأهلي عموما، يعني اللي طالبهم فيه وقعد يخوفنا ويقول لنا إن الزمالك البعبع، إن الزمالك مش عارف إيه. طب يا عم، طب ما أنت قوي أهو بسم الله ما شاء الله. البعبع ده المفروض بيخوف بقى. البعبع ده المفروض محدش بيقف قدامه. رجع تاني في نفس بعدها بسنتي كده ولا حاجه، بجمله واحده يعني ما تعدتش جمله. قال لك انا برجل واحده. طب هو انت بعبع ولا برجل واحده؟ بس عشان نبقى فاهمين يا كابتن ميدو عشان ما تحيرناش معاك. بعبع ولا برجل واحده ولا بعبع اكتع مثلا يعني، ولا بعبع عنده ظروف قهريه؟
يعني انا اللي اعرفه ان مفيش بعبع بيجي له ظروف قهريه، بعبع بيخوف، انما برجل واحده وظروف قهريه ده ما بيبقاش بعبع، ده بيبقى حاجه تانية احنا عارفين هي ايه، وانت اكتر واحد عارفها، انت بالذات اكتر واحد عارفها. وطلب مننا ان النادي الاهلي يساعد نادي الزمالك هو وباقي الانديه عشان يبقى فيه تكافؤ فرص وتنافس شريف ويبقى فيه عداله. ايوه يعني النادي الاهلي مطلوب منه يساعد الزمالك وباقي الانديه ازاي؟ يعني مش فاهم يعني مثلا يسرب لعيبته مثلا قبل الماتشات، ينزل يلعب بالناشئين، ما يشتركش في البطولات الافريقيه، يعمل ما يجيبش صفقات، مش عارف برضو يعمل ايه. مثلا اشتراك اعضاء النادي الاهلي يروحوا يدفعوا الاشتراك في الزمالك يعني مثلا يساعدوه ماديا بكده، ولا انتوا عايزين كارد مثلا، ولا في ايه حاجه، ولا مثلا النادي الاهلي يساعدكم في الفيفا مثلا اللي هو يدفع لكم جزء من الفلوس والمستحقات اللي عليكم. انت بتضرب ايه؟ انت بتضرب ايه؟ عليا النعمه الديلر بتاعك ده في حته تانية، الديلر بتاعك ده في حته تانية خالص، في حته تانية خالص. نفسي اعرفه، نفسي اوصل له، نفسي اوصل للدماغ دي، لما اوصل للدماغ دي ابقى انا كده رضيت. طبعا شفنا بقى اللي حصل امبارح في تدريب النادي الاهلي، خناقه شوارع، خناقه شوارع حصلت بين محمد عبد المنعم وكهربا، نازلين التمرين عادي جدا في امان الله، فعم منعم بيقول لكهربا مش المفروض يا اخي نادي الزمالك النادي الاهلي يعمل بيان يشكر فيه نادي الزمالك على ال3 نقط والراحه؟ قال له فكهربا يعني قال له تصدق ان فعلا دي حاجه اللي كانت لازم تحصل، بس تقريبا ان الاهلي خاف عشان الزمالك بعبع. قال له لا مش بعبع، بعبع وبرجل واحده. طورت الامور، قال له عيب كده وما ينفعش كده، قاموا ماسكين في خناق بعض وايه، وزي ما انتم شفتوا طبعا هتشوفوا في الفيديو، شفتوا في الفيديو ضرب وخناقه غير طبيعيه زي ما تداولها الاعلام وبعض الصحف امبارح، خناقه والله يستر، والامن المركزي جه والدنيا كانت ليله سوداء، والمطافي والليله كده، وقسم مباحث مدينه نصر جوهم عشان يتعاونوا مع قسم 100 عقبه والجماعه دول عشان يلموا الليله، واسم الجزيره كمان كلهم جم علشان يلموا الليله، بس واضح كده ان الليله مش هتلموا، الليله كبيره يا جماعه. يعني برضو بعبع وبرجل واحده دي كلمه ما يصحش تقولها يا محمد يا عم منعم، عيب. بعبع وبرجل واحده دي ما ينفعش تقولها. احنا نقول بعبع بظروف قهريه، بعبع بكذا، انما بعبع برجل واحده دي انت كده معناها اساءه، دي معروفه خلاص. انتهى الموضوع بالنسبه لهم على كده، وبيحاولوا في محاولات جاده للصلح دلوقتي ان هم ينزلوا التمرين عشان في مباراه مهمه جدا النهارده للنادي الاهلي امام فاركو. وطبعا زي ما احنا عارفين ان نادي الزمالك لحد دلوقتي ما اعلنش الموقف بتاعه، ولكن اسمعوا الكلمتين من الجهبذ ومن الصفوه، هم دول الصفوه يا جماعه اللي هم عارفين دماغنا وواجعين دماغنا بيهم ان هم بيفهموا الكوره. اسمع الكابتن ده بيقول كده بالله عليك، كابتن طارق باستيلا، طبعا كلنا عارفينه وعارفين امكانياته. اسمع الكابتن طارق باستيلا كده بيقول ايه، اسمع. واحد او اثنين في مجلس الاداره اللي يعرفوا الكلام ده، ان بكره في قعده خاصه مع الكابتن حسين لبيب وبعض الناس الاخرى. اسمع، قعده خاصه مع الكابتن حسين لبيب. مين اللي قاعد لحد دلوقتي ما نعرفش، اللي نعرفه انها خاصه مع الكابتن حسين لبيب. القعدات الخاصه دي بتبقى مع ناس تانية مش مع رجاله يعني. ماشي كمل. وانا مش يعني مش مصرح لي ان انا اقول مين. انا مش مصرح لي اقول مين، بس اللي انا عارفه ان بكره في قعده مع الكابتن حسين لبيب الساعه 12 الظهر في وسط البلد، والقعده دي هيبقى فيها الخلاصه في كل حاجه. الزمالك هيلعب، الزمالك مش هيلعب، الزمالك رايح، الزمالك جاي، لان انتوا تلاحظوا كمان عشان الناس تبقى فاهمه ان نادي الزمالك عمل اجتماع مجلس الاداره بتاعه وما طلعش في اي قرار لسه. طب ايه الغريب في كده يا عم؟ انتوا عاملين 40 اجتماع مجلس اداره وما طلعناش بقرار. هنلعب لا مش هنلعب، لا هننسحب مش هننسحب، ده حنفي لا مش حنفي، ده لبيب لا لبيب الاسد لا مش لبيب الاسد، لبيب حاجه ثانيه. ايه الجديد؟ كمل يا باستيلا. يعني الزمالك ما طلعش في اي قرار، القرار اللي طالع واللي الناس عارفاه واللي الناس فاهماه ان الزمالك مش هيلعب، وده لحد دلوقتي موجود. وخدوا بالكم كمان ان الواتس بتاع اللعيبه وموجود الكلام ده في العنوان، ان اللعيبه عارفه ان هي مش هتلعب لحد دلوقتي. بكره بعد الساعه 12 في ايه؟ طب يا جماعه
بكره بعد الساعه 12. الساعه دلوقتي 4 مساء بالظبط يعني، ولسه ما عرفناش اي حاجه. تقريبا القعده الخاصه طولت، انتوا عارفين طبعا القعدات الخاصه دي بتبقى ايه، شويه فرفشه وحلوه كده. الظاهر جايبين حد يرقص للكابتن حسين لبيب يعني ويسليهم هناك في القعده الخاصه. بس الكابتن طارق باستيلا بيقول لك برضو ايه لحد دلوقتي ان القرار كان المفروض يتعرف بعد الساعه 12 النهارده، ولكن كالعاده يعني ايه هم مش عارفين واللعيبه نفسهم مش عارفين. اللعيبه يا جماعه في معسكر، سيبك من الهري ده كله، اللعيبه في معسكر وهيلعبوا الماتش، كل ده معروف. بس الكابتن طارق بيحب يحط التاتش بتاعه. على العموم عندنا ماتش مهم جدا النهارده في الساعه 7 مساء ان شاء الله امام فاركو. 3 نقط مهمين جدا 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 في استكمال المسيره. يا ريت النهارده يكون حصل فوقان لبعض اللعيبه اللي ما كانوش موفقين في الفتره اللي فاتت دي، وان شاء الله نحصد ال3 نقاط. سلام عليكم.